تخيل عندك 700 شجرة د لافوكا وفي نهار واحد كتجي الدولة كطيح ليك كلشي. هادشي اللي كيتداول دابا في بوقنادل في قضية ولات معروفة بمول لافوكا. الموضوع اللي خدا مني 3 ايام ديال البحث باش ما نظلمو حتى شي واحد. شنو وقع بالضبط؟ كمل معايا الفيديو باش تفهم. يعني قبل ما نقولوا ان الدولة ظلمت الراجل خاصنا نسولوا واحد السؤال مهم، واللي هو واش هاد الارض ملكية خاصة ولا ارض سلالية؟ حيت الارض السلالية عندها واحد النظام خاص اللي هو 62-17، وماشي بالضرورة الشخص اللي كيستغل الارض كيكون مالك لها ملكية خاصة. ولكن هنا كاين واحد السؤال اخر اللي هو مهم. اذا كانت السلطات كتقول ان التدخل اللي دارت هو تدخل في اطار المنفعة العامة، وفي هذه الحالة كيقولوا مشروع، يعني خصنا نعرفوا شنو هو هذا المشروع بالضبط. وهنا فين مشيت بحثت ولقيت فعلا كاين مشروع مرتبط بإعادة إسكان ناس كانوا ساكنين في السكن العشوائي، وفعلا ديك المنطقة عرفت هدم، ولكن ما لقيتش وثيقة رسمية كتأكد أن الأرض اللي كانت فيها 700 شجرة هي بالضبط الأرض المخصصة لذاك المشروع ديال دوار حنشة. وأنا هنا ما غاديش ندافع على الإدارة ولا على مول لافوكا بدون وثائق. عندي سؤال واحد: إذا كانت المنفعة العامة هي السبب، علاش ما يكونش كل شيء واضح؟ فين هو القرار؟ فين هو المشروع؟ شنو هي الوضعية القانونية ديال هذه الأرض؟ وشنو وقع الاستثمار ديال هذا الراجل؟ واش كاين تعويض مستحق إذا كان فعلا كاين شي مشروع؟ حيت المنفعة العامة ما خصهاش تكون غير جملة كنقولوها باش نسدوا بها واحد النقاش، وفي المقابل حتى المواطن ما يقدرش يقول هذه الأرض راها أرض ديالي غير حيت استغلها مدة سنوات، خصوصا إذا كانت أرض سلالية. والقانون والوثائق هما اللي غادي يحسموا في هذه القضيه. لهذا قبل ما نحكموا على مول لافوكا ولا على السلطات خصنا نعرفوا الحقيقه كامله. واش هاد 700 شجره تقطعت فعلا من اجل مشروع للمنفعه العامه، ولا كاين شي سبب اخر؟ حيت كاين اللي ربط الموضوع بواحد الشركه اسرائيليه. انا هنا غادي نخلي لكم السؤال مفتوح، والى عندك شي معلومه موثوقه او لا وثيقه كتوضح القضيه حطها لنا في لي كومونتير.